chicky corn is so mine. Uma africano alright. ثروة الرداية ومرة ثروة الرداية نار الراية أمطر الراية أمسو فاكساية سوسو what you say follow grey سايا ما فاكر ري. برافو. احكي قصتها بقى انت مجدي. انا هقول قصه المغني الاول، بعد كده احكي قصته. بتصورهم؟ هو المغني ده مش بصور يا مالك، انا بخلص حاجات على الموبايل. المغني ده كان اقعد بخلص حاجات، بخلص شغل وبعمل حاجات. اقعد اتفضل. خلصني بس بقى. انت شطور بيحفظ كده خلص، ليه؟ عايزه اخلص حاجات انا. كان ليه طبعاً. اعداء كتير. انا بخلص حاجات. روح يا مالك، عيب كده كذا مره كنت ماسكه التليفون ما تجيش تقف. يلا. المغني ده كان ليه اعداء كتير، فهو لما كان ينزل كان لازم يكون مع حد. هو كان بدأ يغني من سنة. هو الرويبر. في فرق من الراب والرويبر. الرويبر ده ما بيبقاش سريع قوي، بيبقى يعني بطيء شوية، اللي هو تقدري تسمعي الأغاني. تقدر تفهم الكلمات يعني. لكن الراب بيبقى سريع جدا. تمام. فهو بقى مات سنة 2018. هو كان رايح طب ممكن تقف رجلك شويه عشان انت عصبتني. هو راح البنك عشان يسحب فلوس. تمام. فراح كان عشان يشتري موتوسيكل. راح اشتري موتوسيكل. راح عشان يشوف الموتوسيكل بكام والكلام ده يعني يعرف. قام هو خلص. العصابة دخلت بقى وراه. هو في 2 دخلوا وكانوا معاهم عربية. هو خلص ظبط وشاف بقى هيشتري امتى، وظبط مع الراجل الكلام ده. خلص معاه وطلع. هما كان معاهم عربية جيب سودا وطلعوا وراه. طلعوا وراه وهما بيمشوا. هو بعد ما خلصوا هو لازم يكون كان معاه ايه بقى؟ ابن عمه. ابن عمه؟ كان معاه ابن عمه اللي هو مين؟ اكس تنتاتسيو. هو لازم لما كان ينزل يكون معاه حد، لان هو كان عنده اعداء كتير. هو اصلا كان السجن بيته التاني. وبيدخل السجن كتير لان هو ليه مشاكل كتير. وهقول لكم لو انتوا تعرفوا بيلي أليش دي كانت اخته. وما تقولوش ان هي دي كانت خطيبته، لا هي اخته. انت عرفت الكلام ده منين؟ لا ده انا عارفه. ايوه عرفته منين يعني؟ سمعته فين؟ وعارف كان ميت ولابس ايه؟ احكي لهم. طب هو مات سنة 2018. 1018 16 يونيو 1018 ولا 2018 16 يونيو. فايه هما ماشيين. العصابة دي راحت ورا. كانت 4 ناس. هما كانوا لابسين حاجات سودا وكانوا وشهم مفيش. لابسين أقنعة يعني. وكان بس عينهم هي اللي باينة. هما بقى كانوا معاهم مسدسات. وهما اصلا يعني تاتسيوم ده كان بيدخل كتير السجن ليه. كان بيعمل مشاكل كتير وكان ليه اعداء كتير. علاء اعداء مين؟ محسوب العلاء. الاعداء دول ليه؟ هبقى احكي لكم بعد ما اخلص القصه دي. تبقى تحكيها لي ماشي. هما راحوا كانوا معاهم مسدسات. هو قتلوه. ليه بقى؟ ليه يا مجدي كانوا بقى؟ طمعين في الفلوس اللي هما معاه. وهقول لكم مين بقى اللي كان باعتهم كمان عشان اعرفهم كلهم والحكايه حصلت ازاي. ايوه. هو بقى انا ما اعرفش دي حصلت ازاي. ابن عمه طلع جري. هما ما قتلوهوش ليه؟ طلع جني؟ طلع جرى. بسمع الزيت. هو كان معاه. كان ماشي بعربيه بوجاتي عشان عارف، او كانت بي ام دبليو، ما اعرفش. لا كانت بي ام دبليو. فماشيه. هما بقى مطلعين اسلحه و4 اشخاص وهم جايين طالعين قتلوه. بس بقى ابن عمه جه طلع جاري. هما ما طلعوش ليه بقى؟ ما تقولوليش عشان هما ما شافوهوش. لا هما شافوه كمان وهما اللي قالوا له يطلع وطلع جرى. الخلاصة يعني هو كان ميت 2018 يعني. ما انا بقول لهم قصه برضه. ما هو يعرفوا ميت ازاي؟ مين دول اللي يعرفوا؟ صحابي. ماشي. هو مات كده. مين بقى اللي كان باعتهم؟
انا مين؟ ما اعرفش والله. طيب انا ما اعرفش. هنتظر الجزء التاني بقى. ممكن ابقى اتفرج على فيديوهات وابقى اعرف اكتر، واستنوني الجزء التاني، هنعمل بارت 2. الجزء حلقة التاني. السلام عليكم. بارت 2. باي.